البودرة دي فيها سر جمال ستات زمان. في القرن ال19 وبدايات القرن ال20 في بريطانيا كانت الستات اللي بشرتها بيضة وصافية هي رمز للطبقة العليا وللرقي. أما الستات اللي بيشتغلوا كان بيبقى باين على بشرتهم التعب والإرهاق والشمس، ولأن المجتمع كان قاسي جدا وقتها كان بالنسبة لهم اللي بيبان عليها التعب والشمس فهي تعتبر من طبقة اجتماعية أدنى. البودرة دي وقتها كانت ترند بلغتنا حاليا، وكانوا بيقولوا عليها بودرة الجمال. الستات اللي كانت بتحط البودرة دي كانت فعلا بشرتهم بتبان أصفى وأفتح، وده لأن الزرنيخ بجرعات قليلة ممكن يسبب تغيرات طفيفة في الأوعية الدموية والجلد تخلي الجلد يبان أكتر نضارة. لكن مع الوقت الحقيقة المرة بدأت تظهر، إن الستات اللي كانوا بيستخدموا البودرة دي ابتدوا يلاحظوا بقع غريبة على جلدهم، ومع السنين ابتدت تظهر سرطانات وكمان تشوهات في الجلد. بس المأساة هنا إن الستات حتى لما عرفت إن بودرة الزرنيخ دي بتسبب سرطانات كانوا لسه بيحطوها، وده ببساطة لأن خوفهم من المجتمع كان أكتر بكتير من خوفهم على صحتهم. زمان كانت الستات بتضحي بصحتها علشان تخبي إن هي بتشتغل، أما النهاردة في ناس بتضحي بصحتها علشان تخبي عيوب بشرتهم بكريمات وحقن سريعة ما يعرفوش هي أصلا جواها ايه. الفرق هنا إن زمان ده كان الزرنيخ اللي اتعملت عليه أبحاث كتير وتم تصنيفه من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان إنه مسرطن من الفئة الأولى واتمنع استخدامه تماما. دلوقتي الله أعلم ايه هي المواد اللي بيحطوها لنا ويبيعوها لنا ورا الترند، والله أعلم هيكون ايه مدى تأثيرها علينا، ولكن الأكيد إن تأثيرها غير مضمون وغير متوقع. دمتم دايما في أحسن حال.